3 علامات لو ظهرت في كلام الشخص اللي بيتكلم معاك تعرفك انه شخص احمق وبالتالي ما تضيعش وقتك معاه. اول علامه انه بيسمعك مش عشان يفهم لكن عشان يرد، مش مهتم بقى بمعنى كلامك ولا قصدك ولا حتى عشان يوصل لفكره مشتركه، هو بس مستني لحظه الرد. عشان كده بيتعامل مع نظرته السطحيه كانها قانون مش وجهه نظر، اللي هو انا شايف كده يبقى كده. وللاسف ده اخطر انواع الجهل، انك تفتكر ان اللي في دماغك هو الواقع. تاني حاجه، اي نقاش بيدخله مش هدفه تبادل معرفه ولا توسيع وعي، لكن هو الانتصار. لانه مش بيدور على الحقيقه، هو بيدور على احساس انه كسب، بيتعامل مع رايه اكنه هويته، فبالتالي انت لو كسبتني فانت بتطمس هويتي. واللي شايف كل نقاش معركه مستحيل يشوف اي فكره على انها اضافه ليه. انت فاهمني؟ فبالتالي ما تضيعش وقتك معاه. تالت علامة واضحة انه ما بيناقش الفكرة، بيناقشك انت. بمعنى هتلاقيه اول ما يحس انه مش عارف يناقشك وياخد ودي معاك في الكلام بيهاجمك ويسخر من شخصك. ومعروفة ان الهجوم والسخرية هو اخر ملجأ للعقل المفلس، يعني عندوش حاجة يقولها. الخلاصة، مش كل واحد رأيه مختلف احمق، لكن كل واحد رافض يفكر او يتقبل رأي الاخر هو كده اختار يكون احمق. واحسن واذكى حاجه ممكن تقدمها للنوع ده مش انك تثبت انك صح ولا انك تكسب النقاش معاه. سيبه يحس انه صح، قول له انت صح، لان مش كل عقل يستاهل مجهودك ولا كل نقاش يستاهل وقتك. وفي النهايه قول لي في التعليقات، هل بتناقش الاحمق ولا بتقول له انت صح وبتريح دماغك؟ وبس كده.